هلا وشلونكم؟ اليوم راح نسوي سموذي البروتين. هذا السموذي اولا طعمه طيب، ثانيا يكون عالي كلش بالبروتين، ثالثا بيه حلا، فيرضي عندك مثلا اذا انت شخص تحب الحلويات، هذا الشيء ممكن انه يغنيك انه انت تاكل نساتل او بقلاوه او غيرها من الخرابيط هذه. انا دائما استخدمها مني ما يكون عندي واهس انه اكل وجبه، او مثلا محتاج انه اكمل البروتين مالتي او السعرات مالتي خلال اليوم. بالاضافه مثل ما قلت انه هو طعمه كلش طيب. فاول شيء راح تحتاج خلاط مثل هذا الصغير. زين، انا دائما هذا اشتريته اونلاين، تقريبا كلفني $60 او $65، وصار لي يمي تقريبا سنتين. زين، مثل هذا، وتخليه بالخلاط وتخلطه. زين، فهنا عندي سكوبين بروتين. هاي سكوبين بروتين بيها تقريبا 50 سعر، شنو بيها 50 غرام بروتين. فراح نضيفها هنا. انا لا، هيك راح يصير خرابيط. فنضيفها هيجي شوية شوية احسن. طبعا هو راح يصير مثل الايس كريم بالضبط، لا بالضبط مثل الموطة يعني. فتخليه هيجي. راح اقول لك السر مالتي اللي يخليه طعمه كلش طيب. هو مو سر يعني، بس يعني انا اسويها بهالطريقة هاي، فالطعم يطلع كلش طيب. تمام. عندي هنا نص موزة، خليها شوية مي، محلي صناعي، شوية من الكرياتين، مو شوية، 5 غرام كرياتين حتى اخذ الجرعة اليومية. هاي 5 غرام كرياتين. ثلج، خلي ثلج ايش قد ما تقدر. انا هنا راح اخلي تقريبا 6 مكعبات ثلج. اذا الخلاط مالتك يسمح انك تخلي اكثر، خلي اكثر. هسه راح نيجي على السر اللي راح ينطيها الطعم كلش طيب، وهو القهوة. هاي القهوة السريعة ينطيها طعم كأنه انت تاكل ايس كريم اللي يكون طعم الاسبريسو. راح ينطيها طعم طيب جدا جدا جدا. لا تخلي هوايه، خلي فد شيء كلش بسيط. زين، بس حطوها. الخلاط اللي استخدمه اني هذا. زين، خليها هيك وتشغل. راح اوقف الفيديو واخبطه واشوفكم النتيجه شلون راح تصير. بس حتى تحصل قوام طيب ومثل قوام الايس كريم، خلي ثلج هوايه، خلي مي قليل، وحاول انه تخبطها بالخلاط مده طويله. مثلا يعني مو تخلي دقيقه او دقيقتين، لا، خليها 4 دقائق 5 دقائق على سرعه كلش عاليه. لوش؟ حتى الاشياء الموجوده هناك كلها تتجانس مع بعضها وتصير ثخينه ومتماسكه، يعني تصير صلبه. فراح اوقف الفيديو واشوفكم النتيجه. زين، هذا تقريبا خبطته هسه بالخلاط 5 دقائق. هذا القوام النهائي، شوف شلون صار ثخين من الداخل، وهذا الحجم. هذا اذا تاكله راح ينطيك شعور بالشبع لساعات كلش طويله، بالاضافه لانه عالي بالبروتين، طعمه طيب، بيه حلا، فما راح تحس بالحاجه انه انت تاكل اشياء ثانيه ما لها داعي. هسه راح نزينه، نخلي فد لمسه كلش بسيطه. ما اعرف اذا تتذكرون هاي كانت موجوده عندنا بالعراق. هنا هاي يمنا ما بيها نستله من جوا، فتنطيك طعم النستله بسعرات كلش قليله. يمكن هاي كلها على بعضها بيها 10 او 15 سعره حراريه. خلي وحده ونص. زين، وهيك صارت عندنا وجبه كلش طيبه عاليه بالبروتين وسعراتها قليله. هذا كان كل شيء الفيديو اليوم. ان شاء الله عجبكم، ان شاء الله كان مفيد. اذا عندك سؤال
او اذا عندك اقتراح لا تنسى انه انا جديد على الموضوع، يعني هذا بالجديد دا اسوي. اذا عندك اقتراح، اذا عندك تريد تعرفه او تتعلمه، خلي بالتعليقات وانا راح اجاوب او اسوي فيديو عليه. في مان الله، ونشوفكم بعدين.